اضافه لكلام كابتن وائل، بصراحه انا مستغرب ومتعجب من تصريح فليك بعد المباراه. شفت مباراه غير مباراتنا؟ ما ادري. انت تدرب شيء احنا ما نشوفه؟ ما ادري. قصدك اعطانا الشعور ان الموضوع عادي؟ ايه، لا، يقول احنا دافعنا بشكل جيد. احنا دافعنا بشكل جيد، وهذا شكل جيد. ثلاث أربعة ألغيت، 3 أجوال و4 ملغيين، يعني 7 بشكل جيد. شلون اللي فيه مشاكل؟ شلون؟ انا بالزملاء يبون الهدف الاخير الثالث علشان ابين لك حاله الفريق وحاله عدم المبالاه. فكر الدفاع المتقدم فكره وقتيه وليس فكره دائمه. شوف الفريق يعني انا يعني هو حتى ب10 لاعبين مصاب نفس الشيء. انا اتكلم على فريق برشلونه، اتكلم على فريق ينافس على بطولات، يدافع بهالطريقه الهشه، بهذا الفكر الهش. صعب جدا ومستحيل انك تصل الى مراحل بعيده مع هذا الفكر. والدليل ان الفريق راح يعني ترى البعض يقول لا احنا مستمتعين، شوف برشلونه يستمتع، شوف، لكن راح بتريكه مستمتع. لا مستمتع. العب خليك زي ما انت. ماكو فريق يحقق بطوله. صح كذا بيقول صح. ماكو فريق يحقق بطوله. انت اكثر واحد عارف. ماكو فريق يحقق بطوله. العب، سيبك من الناس. هذا دفاع. العب، انت كسبت كذا كمل. يعني الفريق يدافع بطريقه بصراحه فيها نوع من عدم المبالاه، التهور الموجود. لذلك انا اشوف ان الفريق او المدرب فليك اذا ما غير قناعاته اعتقد راح يواجه مشكله كبيره.